لكن كيف؟ قد دفعت أضعاف ديني. أنا أسدد منذ 5 أعوام. ألا تفهم؟ الربا يتضاعف. زمان في 2008 كنت داخل مشروع مع أخويا. كنا صغيرين وحابين نعمل بيزنس خاص بينا، فقلنا نشتري عربيتين ملاكي ندخلهم شركة يجيبوا لنا إيجار شهري مع شغلنا. كان وقتها منتشر إن الشركة تأجر منك عربية موديل السنة بمبلغ كويس كل شهر. بعد ما ذاكرنا في العربيات شوية وعرفنا أسعارها وكده، وصلنا إن احنا نجيب فيرنا أو كيا سيراتو. بس المبلغ اللي معانا ما كانش يكفي إن احنا نجيب زيرو، ولو جبناهم مستعملين مش هيجيبوا الإيجار اللي احنا بنفكر فيه. طب احنا ممكن نشتري واحدة بس زيرو وبعد شوية نجيب التانية. بعد شوية تفكير قلنا ماشي. رحت البنك عشان اسحب فلوس، الموظف قال لي تسحب فلوسك ليه؟ قلت بشتري عربية. فجأة الموظف ده اتقلب ساحر وقاعد يقول لي وليه تدفع تمنها كاش وتحط الفلوس كلها في حتة واحدة لما ممكن تحقق بيهم فوائد كتير؟ بص، انت ممكن تسيب الفلوس دي في البنك ونعمل لك قرض سيارة بفايدة بسيطة. رغي كتير عمال يقول مميزات وحاجات مغرية وما جابش سيرة اي عيوب او اي مشاكل اصلا. وانا بسمع فرحت بفكرة ان انا ممكن اشتري العربية والفلوس لسه موجودة، يعني اقدر اشتري العربية التانية. والموظف عمال يزين لي الامور، والقرض بقى في عيني حاجة حلوة خالص، والعربية التانية تصرف على الاولانية ويبقى عندك سيولة. خرجت من البنك مقتنع تماما بفكرة القرض. خلاص انا قرض بقى ماشي على الارض. وكلمت اخويا اني لقيت فكرة وخلاص بقى احنا هنعدي ونكبر بسرعة، وحكيت له على كلام الموظف. اخويا شخص طموح جدا، بس ربنا بيديله صبر وطولة بال وعقل اكتر مني برغم ان انا الكبير. وبص لي كده وراح قايل لي بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وفضل يكرر كلمة حرب كذا مرة علي، وهو يقول لي أنا مش مستعد للحرب دي أبدا ومستحيل أدخلها. ده بيقول لك فأذنوا بحرب، اللي هو قوم بنفسك برغبتك، افتح على نفسك أبواب الخراب، افتح على نفسك أبواب الخراب كلها. يعني إيه طيب؟ يعني هنمشي على جدنا، نبدأ بحاجة صغيرة كده كده، ده دخل إضافي ومش مزنوقين ليه ولا مضطرين له أصلا. وفعلا بعدها بكام يوم اشترى عربية مستعملة وشدها وظبطها، وقبل ما يتحرك بيها جاله حد يشتريها بسعر أعلى، والدنيا مشيت ما بين بيع أو تأجير والحمد لله. عدت سنين كتير ودنيتها اتغيرت والحمد لله. وكذا مرة أقع في ضيق أو شغل يقف، بس عمري ما فكرت في فكرة القرض دي خالص. كل ما أفكر أسمع صوت أخويا بيقول لي فأذنوا بحرب من الله ورسوله. أستغفر وأقول خليها على الله، هيفرجها وبيفرجها فعلا، ولا مرة سابني للعباد. الشاهد من القصة دي إنك ممكن في لحظة توقف شخص عن غلطة هيعملها فيفضل صوتك معاه باقي عمره، يمنعه من الوقوع في الغلطة دي. الحمد لله إني ما بنامش مديون إلا الالتزامات الحياة اليومية، والحمد لله إني ما بفكرش أسدد إمتى وإزاي، والحمد لله على نعمة الستر. السلام عليكم.